السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا خلاص كلها كام يوم وداخلين على شهر البركة وشهر الخير، ندخل عليه واحنا مستعدين كده ونشحن البطارية بتاعتنا. تعملي فنجان قهوة وتظبطي دماغك، طيب ما تقراكي كام آية كده وتقولي كام ذكر وتقولي كام دعاء وتستغفري وتسبحي وتحمدي وتكبري وتشحني بطارية قلبك. لازم ندخل على رمضان واحنا مشحونين طاقة طاقة طاقة. ازرعي دلوقتي عشان تحصدي بعدين يا قمرية انت وهي. واول حاجة هتزرعيها نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا بينا نعمل احلى فنجان قهوة وندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف الفيديو بتاعنا كله حماس وطاقة ونشاط، وهنتكلم في شوية حاجات هيكونوا حلوين ونستفاد بيهم. يلا ادخلي الفيديو معايا، ويا ريت تعملي لايك كده يا قمرية بايديك اليمين، ربنا يجعلنا جميعا من اهل اليمين. ويا ريت لو تشتركي معايا لو لسه اول مرة تشوفيني، في كلمة اشتراك باللون الاحمر اضغطي عليها علشان يوصلك كل جديد. ولو تقعدي كام دقيقة في الفيديو يبقى كتر ألف خيرك. ويلا بينا ونسمي الله ونصلي على الرسول، وكده عملنا احلى فنجان قهوه، نظبطنا دماغنا ويلا بينا نشوف الخطه بتاعتنا. خطه ايه يا هنا؟ هنشوف الفيديو هيمشي ازاي وهيبقى ايه، وهتتشجعي. اولا هتتشجعي في الامور الدنيويه، تقومي كده لو عندك شويه مواعين تشطبيهم، وهنشوف فكره وافكار لسحور رمضان، وهنشوف كمان كم فكره ازاي نعين بعض على الطاعه او نعين انفسنا نفسنا على الطاعه في شهر رمضان يا بنات. دول شويه كانوا مواعين عندي موجودين، ما حبيتش ان انا اغسلهم كده مع نفسي، قلت انا اطلع مع حبايب قلبي وصحبتي في الجنه ان شاء الله نغسلهم مع بعض ونقول كام كلمه كده مع بعضينا، نحاول نعين بعض ونشجع بعض. انا لما اقول الحاجات دي معاكم هذكر نفسي في الاول وهذكركم معايا، وانتوا كمان لو تذكروا حد تاني يبقى كلنا ماشيين كده في طريق واحد، هو طريق الله عز وجل. ايه يا هنا؟ عايزين يا بنات يكون عندنا حاجات معينه او ثوابت كده، سبع خطوات لو عملناهم في رمضان كل يوم، صدقوني ان شاء الله باذن الله هندرك ليله القدر باذن الله، وربنا عز وجل يجعلنا من عتقائه في شهره الكريم. ونحاول كده على قد ما نقدر اللي نقدر عليه نعمله، وان شاء الله ربنا عز وجل هيقبل مننا، حتى ولو حاجه بسيطه بنيه صادقه كده وبنيه صافيه ربنا هيقبلها ان شاء الله باذن واحد احد. اول حاجه هنحافظ عليها في رمضان في كل يومنا هي الصلاه طبعا، لان الاحب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها يا بنات. اهم حاجه زي ما دايما بقول لكم في كل الفيديوهات، علشان ناخد البركه لازم نقضي الصلاه في وقتها، دي اهم حاجه. ومش عايزه ابدا ابدا ان احنا نقول علشان احنا صايمين لازم نصلي، احنا عايزين نخلي الصيام ده بدايه جديده، بدايه لكل حد ممكن ما التزمش بصلاه قبل كده، يقول يا رب انا تبت اليك يا رب ونويت ان انا هصلي وهلتزم بعد كده في الصلاه، مش انا هصلي بس علشان شهر رمضان وعشان صيامي يتقبل، ابدا ابدا. احنا عايزين نعود نفسنا في رمضان ان احنا نبدا حاجات في شهر رمضان وان شاء الله نكمل عليها بقيه عمرنا باذن واحد احد. طبعا كلنا عارفين صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد كل صلاة بنعمل ايه؟ اهم حاجة نقول الاذكار اللي بعد دبر كل صلاة، وآية الكرسي بعد كل صلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني احنا هنعمل ايه؟ هنسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونبتدي بقى نقرأ سورة آية الكرسي كده، ما شاء الله تبارك الله قدنا صلاتنا كده ونفسيتنا مرتاحة، ويلا نستعد للبركة اللي نلاقيها في يومنا كله. طبعا الصلاة معاها السنن ايه يا هنا؟ هي السنة اللي مفروضة علينا مع الصلاة. السنة ديت لما نعملها ما شاء الله تبارك الله في اليوم بتاعنا هي عبارة عن 12 ركعة بتبني لنا بيت في الجنة يا بنات. طب نعمل ايه يا هنا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة؟ عندنا ركعتين يا بنات قبل صلاة الفجر، دول السنة. الظهر عندنا 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يبقى الفجر قبل ركعتين والظهر قبله 4 وبعده 2. العصر ملوش سنة. المغرب ركعتين بعد المغرب سنة، والعشاء ركعتين بعد المغرب بعد العشاء سنة، والتراويح تاني طبعا، والتراويح أصلا دي أساسية في شهر رمضان. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني النوافل والسنن دي يا بنات بنقرب لربنا بيها، هو فرض علينا الصلاة لكن السنن دي بقى احنا بقى ايه يعني، يا رب احنا عايزين نتقرب إليك زيادة، يا رب احنا عايزين نعمل خير زيادة، فدي حاجات كده بنتقرب بيها إلى الله أكتر في الشهر الكريم. الأعمال بتبقى مضاعفة حسناتها، وكمان ربنا سبحان الله يتقبلنا كده ويصلح من حالنا بقى بقية عمرنا، مش لازم شهر رمضان برضو زي ما بقول لكم.
رابع حاجة معانا هي القرآن يا بنات، ما شاء الله تبارك الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من أهمية القرآن ومن أهمية الشهر ده، نزل في الشهر الكريم. نختم بتدبر لا بالسباق ولا المنافسة. يعني أهم حاجة مش انت قرأتي كم جزء الشهر ده، لا أنا خلصت جزء، أنا خلصت اتنين، أنا خلصت تلاتة، لا لا لا. نقرأه بتدبر. صدقوني أنا عن نفسي لو هتقرأي جزء اتنين تلاتة أي ما تيسر ربنا ليكي بتدبر وبإتقان وتمعن كده في الآيات كده، سبحان الله، أفضل من كذا مرة تقرأيها بلسانك بس. فأهم حاجة إن احنا نعود نفسنا إن احنا نقرأ بتدبر، نقرأ بقلبنا مش بعينينا ولساننا بس يا بنات. إيه ده يا هنا؟ دي فكرة طبعا لسحور رمضان يا بنات، ما شاء الله تبارك الله. احنا بنعملها افطار في ايامنا العاديه، بس يا ما شاء الله تنفع لسحور رمضان. ممكن تنقصي حاجه تزودي حاجه، اديكي بتاخدي فكره وبتاخد بعض الافكار وبنعين بعض. الفيديو ان شاء الله شرح نفسه، والوصفه سهله وسريعه وكلنا بنعملها، بس انا حبيت ايه نفكر بعض ونذكر بعض كده واحنا بنتكلم مع بعض، يبقى معانا روتين كده يحفزنا وينعنشنا وينغنشنا زي ما انتم متعودين. طبعا احنا قلنا القرآن ورتل القرآن ترتيلا. لو عايزين نختم مرة واحدة في الشهر هنقرأ 4 صفحات بعد كل شهر، بعد كل صلاة يا بنات. يعني انت لو عايزة تختمي مرة في شهر رمضان ان شاء الله، بعد كل صلاة وانت قاعدة كده على السجادة بتاعتك اقرأي 4 صفحات. طب لو عايزة اختم مرتين يا هنا، يبقى بعد كل صلاة 8 صفحات من القرآن. طب لو عايزة اختم 3 مرات، هيبقى بعد كل صلاة 12 صفحة من القرآن. ودايما هقول لكم اهم حاجة التدبر مش القراءة. يبقى احنا كده خدنا كمان القرآن معانا. خامس حاجة معانا يا أمارات قلبي يا صحبة الجنة بإذن واحد أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ب11 ركعة. من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل ب100 آية يكتب من القانتين، اللي هي إيه؟ اللي هي سورة الواقعة زائد سورة قريش. طب من قام الليل ب1000 آية يكتب من المقنطرين، اللي هي عبارة عن جزء تبارك زائد جزء عامة زائد 10 آيات. يعني احنا نقدر على قد ما نقدر، اللي يقدر اللي تقدري عليه اعمليه. مش بقولك اعملي كل الحاجات دي ابدا ابدا، حتى ولو خدتي اقل حاجه منها، حتى ولو خدتي اقل من اقل حاجه منها. اهم حاجه ان عندك نيه تقراي قران، عندك نيه تصلي السنن، عندك نيه انك تخلي صلاتك على اوقاتها وتحافظي عليها. ولو كنت انا او انت مقصرين، لا يا رب ادينا العزيمه وادينا القوه، علشان احنا ان شاء الله ناويين باذن الله يتغير حالنا من شهر رجب، شهر رمضان، ونطلع منه واحنا ان شاء الله عازمين النيه وتوبه صادقه ان احنا ما نرجعش للذنب او التغافل اللي احنا كنا عايشين فيه في الدنيا. هو ده اللي انا اقصده يا بنات. طيب كده دي خامس حاجه، ندخل على سادس حاجه وهي الطاعات. ايه هي الطاعات يا هنا؟ الاستغفار يا بنات، نستغفر ربنا كتير، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا على الاقل نحفظ دعاء سيد الاستغفار ونقوله يا بنات. الصلاه على النبي طبعا دي كلنا عارفين اجرها. نكثر من الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كمان الحوقله يا بنات، لا حول ولا قوه الا بالله ولا منجى من الله الا اليه، تقوليها باستشعار وبيقين كده، ويعني كده. التسبيح طبعا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نزرع نخلة في الجنة طبعا واحنا متعودين على النخل بتاعنا. طيب نحاول نحافظ على ايه قبل النوم؟ على سورة الملك وسورة الكافرون. وطبعا جلسة الضحى لما بنصلي الفجر وبنقعد لحد شروق الشمس بتحسب لنا أجرها حجة وعمرة. ما شاء الله تبارك الله، حاجات بسيطة يا بنات، بس ما شاء الله تبارك الله هتفرق معانا كتير، هتحسسنا ان احنا طالعين من شهر كله طاقة وباور. هندي بقى لنفسنا. تخيلي كده لما تبقي الشهر كله بتعملي كل الحاجات دي، وتيجي يوم ليلة العفو كده، ليلة القدر، تقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. تخيلي لما ربنا يلاقيكي ما شاء الله تبارك الله من اول الشهر لاخره انت بتعملي كل الحاجات اللي موجودة اللي احنا بنقول عليها دي، حتى لو اقل منها بس بنية صادقة. تخيل هيكون ان شاء الله باذن الله بحسن الظن اكيد هنكون من عتقاء ان شاء الله يا رب باذن الله. يا رب احنا عبدناك كما امرتنا يا رب ان شاء الله، وانت باذن الله يا رب هتكرمنا وهتعفو عننا يا رب، اللهم امين. سابع حاجه واخر حاجه هي الدعاء. عندنا 3 ساعات في رمضان، هم اسمن 3 ساعات يا بنات في رمضان بيستجاب فيهم الدعاء. اول ساعه هي بعد صلاه الفجر، وتاني ساعه قبل الفطار، وتالت ساعه قبل الفجر لا ترد فيها دعوه، اللي هي القيام طبعا لا ترد فيه دعوه. يبقى 3 ساعات يوميا بيساوي 90 ساعة في الشهر دعاء. تخيلي لك أن تتخيلي تقعدي 90 ساعة تدعي كده، ما شاء الله تبارك الله. عايزين ندخل على رمضان بالهمة والنشاط والحماس ده يا بنات. طب الفيديو بتاعنا هيخلى من كل حاجة احنا بنعملها؟ لا يا بنات. أول الفيديو زرعنا نخلة في الجنة، ودلوقتي قلنا فوائد الأذكار. طب يلا بقى ندعي علينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر أمي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى
المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، أم محمد حبيبتي من السعودية وردينا وخلود، وكل من حملني الأمانة بالذرية اللهم ارزقه عاجلا غير آجل. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. يا رب ادخل أيامك بالبهجة والسرور على عبيدك. اللهم اجعل كل بيت فرحا يا رب بما آتيته من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الروتين ده روتين بس سهل وبسيط. يعني ايه، حبيت اجمع كم لقطه كده عشان بس ما اتكلمش على الفيديو، بس ان شاء الله تتنعنيش وتاخدي افكار كده، وان شاء الله باذن الله نعين بعض على الطاعه يا بنات. واللي حابه ان انا اعمل فيديو خاص كده على البث المباشر، او فيديو اشرح بس فيه كده اللي انا قلته ده، قولوا لي برده في التعليقات.